لو عايز تعيش حياة سعيدة يبقى انت لازم تسمع سعيدة الكلمتين لابد الجمال وأن يفعل دول. الإنسان اول عدة حاجة أمور. علشان تعيش أول حاجة الحياة لازم تعملها السعيدة عشان تحتوي لازم مراتك تحتوي مراتك وتكون أسرة سعيدة، أنت أولادك تحتوي مراتك وتحتوي أولادك وتحتوي بيتك. والاحتواء بمعنى إنك تحتويهم بكل ما أوتيت من قوة. يعني إيه احتويهم أصلا؟ يعني الاحتواء يعني أسمع ليهم، الاحتواء يعني يحسوا إن أنا في ظهره، الاحتواء يعني يحسوا إن أنا أصلا موجود، الاحتواء يعني هم يحسوا إن هم أصلا في حياتي، الاحتواء يعني يحس إن هم لهم قيمة في حياتي. مش الاحتواء إن دايما الراجل ممكن يجي من شغله تعبان والست قاعدة عايزة تتكلم مع جوزها فما عندوش وقت أصلا إن هو يقعد معاها، او الولد اصلا او الاولاد عايزين يقعدوا مع ابوهم ويتكلموا معاه ويشاركوا ابوهم في مشاكلهم، ابوهم اصلا مش هنا خالص. دي مش احتواء خالص. الاحتواء ان انا حاسس ابني ان انا في ظهره، الاحتواء ان انا حاسس مراتي ان انا في ظهرها. ومن الاحتواء يا ساده المدح، دايما امدح مراتك قدام نفسها، وامدح مراتك قدام اهلها، وامدح مراتك قدام اهلك، وامدح مراتك قدام الناس، وامدح مراتك قدام كل الناس. مراتك كرامتها من كرامتك، مراتك قيمتها من قيمتك. ما ينفعش ابدا ان الانسان يقلل من قيمه مراته قدام حد، ولا يقلل من قيمه مراته علشان حد. يا سيدي لازم تعامل مراتك ان هي يعني حاجه كبيره جدا بين الناس، لان هي قيمتها من قيمتك. ولذلك لازم ابنك واولادك يحسوا ان انت في حياتهم، لازم الاولاد يحسوا ان ابوهم في حياتهم، لازم ابوهم موجود. لازم الأسرة الكريمة تحس إن أنت موجود في حياتهم. دايما لما يكون عند ابنك مشكلة احتوي المشكلة، عند بنتك مشكلة احتوي المشكلة. دايما عامل ابنك إن هو صاحبك، وعامل بنتك إن هي بنتك وأختك وكل حاجة ليه. فلذلك من أجل أسرة سعيدة إن الأب دايما يكون محتوي كل الأسرة، مش إن هو يعيش في وادي وبقية الأسرة كلهم في وادي آخر. فلذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحتوي أهل بيته، كان دايما بيحتوي ابنته. فلذلك السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعن أبيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الإمام علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج على السيدة فاطمة الزهراء. فذهبت السيدة فاطمة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبتي، يا أبي، يا رسول الله، يزعم الناس أنك لا تغار على ابنتك، ماذا بك يا فاطمة؟ ماذا بك يا قلب أبيك؟ قالت: إن عليا يريد أن يتزوج علي من بنت رجل يهودي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحدث مع سيدنا علي بلسان النبوة، بل تحدث مع سيدنا علي بلسان الأبوة. بعث إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا علي، أحقا تريد أنت أن تتزوج؟ قال: بلى يا رسول الله، أنا أريد أن أتزوج. قال: يا علي، إن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع مع بنت عدو أبدا. يا علي، إن أردت أن تتزوج فلك ذلك، ولكن إن أردت أن تتزوج يا علي فرد إلي ابنتي. فرفض سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الزواج من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل زوجته. ولم يتزوج الإمام علي بن أبي طالب. وربما يتحدث محدث كيف يحرم سيدنا رسول الله على علي هذا، وأنا أقول: تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام علي بلسان الأبوة وليس بلسان النبوة، أي أنه يغير على ابنته صلى الله عليه وسلم. في عجالة سريعة، لابد وأن يحس الولد أو البنت إن أبوهم سند. لازم الزوجة تحس إن زوجها سند، لازم الزوجة تحس إن هي ليها ظهر تسند عليه. وهذا من أجل أسرة سعيدة. امدح أولادك وحفز أولادك واحترم زوجتك، وخلي دائما هم كل حياتك، واعرف إن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك عليهم. كان معكم الداعية أحمد الزعفاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.